توفيق الوزاني الشهدي، نائب رئيس جامعة الأورو المتوسطية بفاس المكلف بالشؤون الأكاديمية والثقافية. اليوم احنا جد سعداء ب يعني تجسيد على أرض الواقع واحد البند من البنود الاتفاقية اللي كتربط الجامعة الأورو المتوسطية بفاس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. يتعلق الأمر ب إهداء واحد الآلة في شكل طابعة ثلاثية الأبعاد لأحد مختبرات داخل الثانوية التقنية بفاس. وكما أشرت إليه، الهدف من هذا الإهداء هو أن الطلبة يعني الطلبة في الثانوية أو في أقسام السلك التقني يمكن التعرف على التكنولوجيا الجديدة اللي هي عبارة عن تصنيع ما يسمى بالتصنيع الإضافي أو المضاف، على اعتبار أنها تكنولوجيا جديدة تم تصميمها وتم إنتاجها داخل مختبرات الجامعة الأورو المتوسطية بفاس. إن شاء الله في المستقبل القريب، الأسبوع المقبل، سيتم أيضا تزويد ثانوية أخرى داخل فضاء فاس بطابعة ثلاثية الأبعاد بحال هذه. هناك أيضا اتفاقية في هذا السياق. أيضا الجامعة أحدثت واحد البرنامج في 20 نشاط، ويندرج هذا النشاط داخل مختلف الثانويات على مستوى الجهة، ولكن أيضا داخل فضاء الجامعة في شكل محاضرات، في شكل ورشات، في شكل زيارات لبعض المختبرات العلمية. ويندرج أيضا في ما دأبت عليه الأكاديمية ديال الحسن الثاني للعلوم والتقنيات كل سنة بتنظيم ما يسمى بأسبوع الشباب والعلم. هذا الأسبوع هذا تشارك فيه الجامعة سنويا من خلال، أنا قلت لك، عدد من الأنشطة، وذلك لإعطاء فرصة لهذا الشباب باش يبلوروا واحد التصور فيما يخص ما بعد البكالوريا، وذلك عبر الانتقاء الجيد للتخصصات داخل المحافل الجامعية. هذا يعني بكل اختصار. بطبيعة الحال هناك بنود أخرى داخل هذه الاتفاقية، وهذه البنود تجسد تصور عام، تصور شمولي وتصور استراتيجي للسيد وزير التربية الوطنية سي شكيب بن موسى، والذي يسعى من خلاله إلى تقريب قطاع التربية الوطنية بقطاع التعليم العالي. سيد النائب، الله يجزيك بخير، بالنسبه للمعدات ديك التكتيكيه اللي كتمثل في الطابعه ثلاثيه الابعاد، كما هو معروف الجامعه لديها مركب او لحي صناعي مصغر تقريبا فيه واحد العدد كبير ديال الاجهزه والالات. واش ممكن في هذه الاتفاقيه تشمل زيارات واستفاده لبعض؟ بطبيعه الحال الاتفاقيه لا تشمل فقط الجانب ديال الزياره بل ايضا التكوين. فاحنا اقترحنا على الاساتذه ديال الثانويه التقنيه اللي تهمهم الامر واللي هما معنيين مباشره بهذا النوع من التكنولوجيا انهم يجيو المختبرات ديال الجامعه، ويتم تنظيم حلقات تكوينيه في هذا المجال، في مجال ما يسمى بالتصميم والصناعه المضافه عبر الحاسوب، في مجال الرقمي بشكل عام، وفي مجال ما أشرتم إليه مختلف التكنولوجيات المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد كتهم مختلف المواد، ماشي غير المواد البلاستيكية بل أيضا مواد أخرى كتدخل في إطار تصنيع المعدات ديال السيارات أو الطائرات إلى غير ذلك. فالمجال مفتوح والجامعة رهن إشارته.